عارف الاعلان اللي بيقولك من غير لا تدور ولا تحتار؟ المفروض ان الجمله دي بتتحط في الاعلان عشان يقولك قد ايه الموضوع حلو وان احنا المفروض نروح له، بس هو في الحقيقه انتوا مش واخدين بالكم، بس احنا ككائنات الانسان يعني بيتطور لما بيدور وبيحتار. يعني هو لو ما دورش ولا احتار ما هو مش هيتعلم شيء جديد. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. شاي بلبن. بص انا عارف ان ده مش صحي قوي يعني، بس هو فاهم ليه فكره كده. عارف انت الجمله بيقولك مفيش شرير بيشرب شاي بلبن، وبعدين دايما في خناقه دايره كده، هو شاي بلبن ولا شاي بحليب؟ المهم، السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. كلنا متابعين تطور الاي اي الرهيب اللي حصل الفتره الاخيره، شات جي بي تي، ميد جيرني وغيرها من البرامج اللي لو كنت حطيتها مثلا من 100 سنه فاتوا كان هيقولوا واه سحر، حاجه مش طبيعيه جدا خالص. يعني في النهايه كل دي مشاريع هدفها مساعده البشر ان هم ينجزوا المهام بتاعتهم بشكل اسرع وابسط. هو عموما التطور كله رايح في السكه دي، ازاي تبقى اسرع باستهلاك طاقه اقل. طب هل الاي اي والانسان الالي والحاجات اللي بيخترعوها مؤخرا دي ممكن في يوم من الايام تبقى عامله زي الانسان؟ بص انا من فتره كنت مقتنع انه ممكن، بس بعد شويه فكرت وحسيت انه لا، ما ينفعش. اللي كان مخليني مصدق في الاول هي فكره ازاي العقل ده بيتطور. يعني لو خدت بالكم مثلا في شات جي بي تي وقبله حاجه كانت برضو مثيره في وقتها، اللي هو الشات بتاع فيسبوك اللي كان بيتعلم بطريقه شبه طريقه تعليم الاطفال، ان هو ان انت بتديله معلومه فبيخزنها عنده زي الطفل الصغير، لما انت بتكرر كلمه قدامه هو بيحفظها ويبدا ان هو يستخدمها بطريقته. طيب لو هما شبه بعض كده يبقى ايه المشكله؟ المشكله بالنسبه لي ان الاي اي لما مثلا بتساله عن معلومه او حاجه زي كده، هو بيبدا يدور في الملايين المعلومات اللي متخزنه عنده وبيطلع لك كل ما يتوافق مع اللي انت كنت بتتكلم فيه، واحده منهم بتبقى اللي انت عايزه. يعني احيانا هيطلع لك اللي انت عايزه في الاول، ممكن لا برضه عادي. الفكره انه غالبا هيفضل احيانا بيعمل كده واحيانا لا. يعني في النهايه هو ازاي اصلا بيختار الافضليه بتاعت كل واحده؟ انت اللي بتعمل ده مش هو. يعني هو بيشوف انت عايز ايه اكتر فبيروح له، فلو انت مش موجود هو مش هيعرف ازاي يختار احسن واحده، فاهمني؟ على عكس الطفل مثلا لما بتديله معلومه جديده هو بيخزنها عنده وغالبا بيستخدمها نفس الاستخدام بتاعك او في الموضع اللي انت استخدمت فيه الجمله دي، ولكن برضو هو احيانا بياخد الكلمه دي ويوظفها في مكان تاني وبتبقى مظبوطه. وده ايه بقى يا معلم؟ الابتكار، الحته اللي الاي اي مش هيعرف يوصل لها، اللي هو ازاي هيبتكر من العدم. هو بيبتكر على اشياء، فاهم؟ يعني دايما بنقول ان الانسان برضو ما بيبتكرش من العدم، الاله هو الذي يبدع من العدم. ولكن في نفس الوقت برضو احنا عندنا حته كده، هي حته ملهاش اي منطق، اللي هو لما تطلع فكره هي دمج ما بين مجموعه من الافكار، ولكن ستظل فيها حته زياده. الحته الزياده دي ملهاش مصدر، ملهاش منطق. يعني لو جيت تدور جبتها منين معرفش، هي كانت جات لي كده. قول لي بقى هندخلها في الاي اي ازاي بقى اذا كنا احنا اصلا مش عارفين احنا بنجيبها منين؟ فهي الفكره ان احنا عشان الاي اي يحكم الارض هو محتاج ان هو يستغني عن البشر عشان يبقى هو الليدر. بس فكره ان هو دايما محتاج لك عشان تخزن المعلومات عليه، اذا هو من غيرك هيعطل. التطور الانساني هيقف. يعني هو يقدر ان هو يستخدم الداتا اللي انت اديتها له ويبدا يوظفها، يمشي على الخطوات اللي انت حفظتها له، هيتعامل عليها، بس هيفضل واقف في الليفل اللي هو فيه، لكن هو عمره ما هيقدر يتطور لوحده. من الاخر الاي اي هو الحاسب الآلي، زي الكمبيوتر وقت ما اخترعوه، اللي هو جهاز خارق بيخزن المعلومات وبتاع وبيحسب حسابات سريعه وما اعرفش ايه والجو ده. هو بس بتطور اعلى شويه، لانه بيخزن معلومات اسرع، لانه عنده طريقه لانتقاء المعلومات بشكل افضل، بس برضه بناء عليك انت. يعني انت اللي حفظته الطريقه اللي يخليه يختار بيها الحاجات دي. فهو حلو وكل حاجه، بس هو برضه هيقف عند ليميتس معينه. طيب يعني الاي اي مش هياخد مكاني، مش هياخد مكانك كإنسان، ولكن أنا ما قلتش إنه ما ينفعش ياخد مكانك في الشغل. ببساطة هو ممكن يبقى خطر على بعض الموظفين، ولكنه مش خطر على أصحاب العمل. يعني بالعكس، ده أصحاب العمل دول هم ممكن يكونوا الخطر نفسه. يعني ببساطة كده تعال نفكر، لو أنا صاحب شركة عندي 20 موظف بيعملوا مهام إدارية مثلا، أو برضو فيها شوية تفاصيل كده، جه حد قال لي هتستغنى عن نصهم وهتوفر مرتباتهم مقابل إنك تدخل ال AI في الشغل. طب ما أنا قشطة، يلا بينا. الفكرة بس ان ال10 دول هيترموا في الشارع. فنصيحتي ليهم من دلوقتي عشان لما ارفدهم ساعتها، اتعلم حاجة تانية جنب اللي انت بتعمله. لازم دايما يكون عندك مهارات جديدة. الناس اللي هي اصحاب المهارة الواحدة في الفترة اللي جاية هيتداس على وشهم من الاخر.
طيب بالنسبه للمصممين بقى، المبدعين الفنانين، الموضوع بينقسم لاتنين: المصممين والمبدعين اللي بجد واللي شغالين في المجال التجاري. المبدعين اللي بجد دول هم اصلا دلوقتي رافعين قضايا على ميد جيرني والحاجات المشابهه. ليه؟ لان هو حرفيا سرقهم. هو الموضوع مركب شويه، بس هو عشان يخزن الافكار اللي بدا يستخدمها لما انت يعني عارف انت بتخش تطلب منه حاجه معينه فيبدا يعدل لك صورتك بطريقه رسم معينه، او مثلا لو عايزه يضيف حاجه عندك في الديزاين بتاعك او ما الى ذلك، هو بيضيف الحاجه دي من حاجات متخزنه عنده. الحاجات المتخزنه عنده دي مبدعين تانيين عملوها، فاهم قصدي؟ فهم دلوقتي جايين يقولوا لك دي حاجتنا، فاهم؟ اللي هو عامل زي بالظبط لما انت تيجي تقول نكته كده كراجل كرييتر فتلاقي واحد تاني جه اخدها وقالها والناس ضحكت عليه. طب ما هو دي بتاعتي، فاهم قصدي؟ اللي هو البرنامج ده باع لك شغل فنانين كتير ثمنه ملايين باعهولك ببلاش تقريبا. روبن هود عصره يا خي. فالحوارات بقى والمشاكل والكلام ده مكانها المحكمه. هنروح بقى للطرف الثاني اللي هو المصممين والكرييترز اللي في المجال التجاري، واللي هم لو هنكون صراحه مع بعض هم مش كرييترز قوي يعني انتوا لو خدتوا بالكم الفتره اللي فاتت في زارت مصممين جرافيك. ليه بقى تحديدا الوظيفه دي؟ لان الموضوع ما بقاش زي زمان، ما بقاش محتاج ابداع. هو الموضوع ببساطه اتعلم البرنامج اللي هي زراير هتقعد تحفظها، واحفظ التمبلتس اللي احنا بنشتغل بيها، لان احنا اصلا كل الديزاينات اعاده تدوير من بعض ومفيش حاجه كرييتيف جديده. فانت احفظ الديزاينات دي وتعالى اشتغل معانا وهتأدي وظيفتك كويس جدا وهتطلع اللي احنا محتاجينه وهنكسب مع بعض، مفيش مشكله على فكره. ولكن ده مش كرييشن، يعني ده مش ابداع. يعني تعالى الاول نعرف تعريف الابداع. هو خلق شيء ما كانش موجود مسبقا. يعني هديلك مثال بسيط. عارف في ديزاينز كده بتطلع جديده كل كام سنه، طريقه تصميم جديده مثلا، فاهم؟ حاجه فيها رسم بالزيت، حاجات اللي هي فيها الكياس البلاستيك اللي بتتحط في التصميمات والحاجات اللي زي كده، شكل الفونتات واختيار الفونتات اللي بيكون مختلف. بتلاقي حد عمل ديزاين وناس كتير بقى ركبوا الويف وعملوا زيه، فاهمني؟ بس في النهايه هو ده الكرييتيف. لكن دول بيقلدوه. هم احيانا بيطوروا على اللي عمله ده بان هم بيخلطوا الشكل بتاعه مع اشكال تانية مثلا وممكن يطلعوها احلى من اللي هو عملها. ولكن فكره الابديت دي، ان انت تابديت فكره، الاي اي ممكن يعملها عادي جدا. فكره ان الاي اي شغال ازاي دلوقتي في ميد جيرني والحاجات اللي زي كده، هو مخزن فكره فهو بيميكس صورتك مثلا مع الرسم الكرتوني الفلاني، وما بتطلعش مظبوطه من اول مره، بس في المستقبل هتطلع مظبوطه من اول مره، مفيش مشكله. لان في النهايه انت كل مره بتعمل ده معاه هو بيتعلم شيء جديد. بس في النهايه ما ينفعش ان انت تقول له ابتكر لي شكل من العدم وركبه في صورتي، مش هيعرف. هو ما عندوش حاجه من العدم، فاهمني؟ ففي الخلاصه الناس اللي هي شغاله في المجال التجاري ممكن شغلهم يروح بعد فتره، لان ببساطه انا ممكن اكتب اللي انا عايزه تكست وهو هيعمله لي. الكونتنت كرييترز بيكتبوا استراتيجيات التسويق والحاجات اللي زي كده، هو بيكتب لهم اكتر حاجات محفوظه عنده ناجحه، فهم بيعيدوا استخدامها وبتنجح تاني. فببساطه الاي اي قايم بالواجب وزياده. فالناس دي تحديدا يا اما يبقوا كرييتيف، اتصرفوا بقى واعملوها ما تسالونيش ازاي، او تستنوا لما تلبسوا اللبسه الحلوه وساعتها نبقى ندور بقى على وظيفه جديده كما الانسان الاول بنفس الدوافع والله، وهي غريزه البقاء. بس عارفين ايه المخيف اللي بجد؟ هي الفكره الاساسيه من التطوير بتاع الاي اي اللي قلتها في الاول، ان هو يخلي كل شيء اسهل. وده في ظاهره شيء كويس جدا، ده وفر لك وقت، بقى عندك وقت فراغ اكبر، تقدر تستمتع بحياتك اكتر. بس جس وات، التجارب العمليه بتقول ان الناس ما بتستمتعش بحياتها اكتر. احنا من ساعه ما بدانا التطور واحنا الاكتئاب بيزيد، الناس جسديا بقوا اضعف، بقينا مستهلكين جسديا اكتر. بتوع التنميه البشريه بيقول لك استغل وقتك في انك تلاقي حاجه تانية تستمتع بيها وتعمل، بس احنا ما بنعملش كده. وده ببساطه لان الاي اي نفسه، او مش الاي اي بس، اللي هو الفكر العالمي والفكر التطوري بتاع ان احنا هنسهل لك كل حاجه، بيقول لك ما تفكرش، ما تشتغلش، ما تعبش نفسك. يعني ليه افكر بدماغي واحسب الحسبه لما في آلة حاسبه على الموبايل؟ ليه اخش مكتبه واقرا كتب واتعلم وبتاع لما ممكن اسيرش على جوجل؟ ليه ممكن اقف اعاكس بنت الجيران بال5-6 ساعات لما ممكن ابعت لها هاي على فيسبوك؟ ليه اتعب نفسي واقف في المطبخ واعمل واسوي لما ممكن اطلب اكل جاهز؟ عارف الاعلان اللي بيقول لك من غير لا تدور ولا تحتار؟ المفروض ان الجمله دي بتتحط في الاعلان عشان يقول لك قد ايه الموضوع حلو وان احنا المفروض نروح له. بس هو في الحقيقه انتوا مش واخدين بالكم، بس احنا ككائنات، الانسان يعني بيتطور لما بيدور وبيحتار. يعني هو لو ما دورش ولا احتار ما هو مش هيتعلم شيء جديد. عارف الجمله بتاعت التنميه البشريه، انت بتقع عشان تقوم تتعلم درس، والجو ده هو ده حقيقه، يعني ده واقع احنا عايشينه. احنا بنتعلم من الفشل، احنا بنتعلم في كل مره بنغلط فيها، في كل مره بنتسحول فيها بندرك ان احنا بنتسحول، فبنبدا ندور على وسيله نوفر بيها السحوله دي. لو انا قلت لك ان مفيش سحوله،
مش هنتطور، هنفضل ماشيين ورا الداتا اللي فيسبوك مخزنها عندنا، ويبدا يطلع لك الاعلانات بالحاجات اللي انت عايز تشتريها وتفضل تشتري منها، وانت تفضل مفخد على الكنبه لحد ما نوصل للشيب بتاع البشر اللي كان في فيلم وولي او وول اي اللي هو بتاع الروبوت، فاكرينه؟ كان فيه البشر تخان جدا ماشيين على آلات بتطير ما بيعملوش اي مجهود، لما وقفوا على رجليهم لاول مره كانت حاجه بالنسبه لهم واو ايه ده، يعني ايه مشي. هنبقى فعلا شبه الشيب ده جسديا لان احنا بناكل طول الوقت، عقليا اقل ذكاء لان احنا ما بنفكر ما بنسعاش لان كل حاجه متوفره لنا اصلا، ودي نهايه مخيفه جدا. بس ده اصلا لو وصلنا لها والعالم ما انتهاش خلال 30 40 سنه بسبب ازمه الغذاء، فاهم؟ عدد البشر بيزيد خد بالك، والزراعه والحاجات المنتجات الاغذيه بتقل، فاحنا استهلاكنا بيزيد. في فتره معينه هيبقى مفيش اكل يكفي البشر دول، الاراضي الزراعيه بتتبور عشان الارض دخلت كردون مباني سعرها بقى اعلى، مع انك لو فكرت هتلاقي ان على المدى الطويل الارض الزراعيه دي صاحبها الفلاح اللي انت بتقعد تشتمه بتقعد تتريق عليه ده هيبقى اغنى اغنياء العالم. هو عنده الوقود اللي كلنا ما نقدرش نستغنى عنه، الاكل، وقود الانسان اللي من غيره مش هنقدر نعيش الا لو وصلوا برضو لأفلام الخيال العلمي الجميلة بتاعت الحبوب اللي هو الغذاء من خلال الحبوب والكلام ده، ولكن برضو ستظل مش أفضل نتيجة، وهيظل برضو قيمة الأكل اللي بيتاكل بالإيد حاجة تانية، لذته على فاهم ممتعة أكتر بكتير. لو هو بقى قليل هيبقى تكلفته أعلى بكتير وقيمته أعلى بكتير، ولو افترضنا إن هما الاتنين زي بعض والحبوب أفيد كمان هيظل التجربة نفسها بتفرق. أنت عارف إن شكل الطبق قدامك نفسيا بيأثر عليك تجربتك في الاكل حتى لو الاكل طعمه وحش بس هو شكله من بره حلو بتاثر عليك نفسيا، فتخيل ان العالم كله بقى حبوب. فبس يعني انا اللي بفكر فيه حاليا ان انا اعمل برضو زي باقي الناس واتعلم مجال تاني، والمجال ده غالبا هيبقى مجال الزراعه. ممكن اشتري حته ارض احط فيها بيت صغير، عارف انت الاحلام اللي هي بتاعت البدائيين دي، وادخل فيها انترنت، واول ما العالم يبدا ينتهي بسبب ازمه الغذاء ابقى بعمل فيديوهات من هناك وانا ماسك ورك الفرخه واقول لكم مش قلت لكم انتوا اللي ما صدقتونيش، خليكوا بقى في الحبوب اللي انتوا بتاكلوها دي بس. وحكمة اليوم: لا تخف من تطور التكنولوجيا فهي لن تؤثر عليك في شيء، ولكن خف من تأخر عقلك انت، لأن هو ده اللي هيقعدك في البيت. توقيع العبد لله. وفي النهاية لو قلت لك معلومة تفيدك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ما عجبتكش سامحني ويبقى الثواب ليك. في الآخر جمعية ودايرة والكل بيستفيد.